السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الأعزاء، طلاب الصف الأول الإعدادي. أولا كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك، وخلصنا أجازة العيد والأمور طيبة والحمد لله. تعالوا بقى نبدأ في مراجعة مارس. النهاردة المراجعة يا شباب عندي من كتاب ستيب هيد، منزلة مراجعة جميلة جدا. بالنسبة للمراجعة بتاعتي هنحل 5 نماذج اختبارات. طيب أول شيء نبدأ بتيست 1. Choose the correct answer from A, B, C or D. 2 نقط means to see something happens with your own eyes، حاجة هتشوفها بعينك، فطبعا الإجابة هتكون witness. ممتاز. 2 a synonym of the word soft. هنا soft إيه معناها يا شباب؟ قال smooth. ممتاز جدا. We add the suffix نقط to the noun secret to form the adverb، فبنضيف لي ly. The pyramids are famous historical. الأهرامات دي حاجة تاريخية معروفة، فطبعا monuments. ممتاز جدا يا شباب. Students will part in the school competition. part in ناقصة حاجة take part in يشارك. it equals participate. هنا طبعا قال لي rewrite the following sentences. أول شيء قال لي it's good idea to help others. it's a good idea to help others. طيب هنا عايز استخدم should. اولا لازم احدد السبجكت، الفاعل. الفاعل هنا مش موجود، يبقى على طول الفاعل لازم يكون you. طيب هتبعه بكلمة should، يبقى you should. ده كله يا شباب ينحذف ونقول you should help others. you should ايه؟ help others. طيب تعالى على رقم 2. That is a bicycle of boys. استخدم there، وthere دي يا شباب طبعا دي صفة ملكية، صفة ملكية يتبعها إيه؟ يتبعها الناونز. فهنا هقول إيه؟ That is their bicycle. يبقى إيه؟ هذه يعني دراجته أو دراجة الأولاد، يعني their bicycle. نيجي على number 3. It is necessary for students to bring their their ID cards. طيب أولا يا شباب دي برضه هنستخدم must فيها، عايزين نحدد الفاعل. قال لي الفاعل هنا students. students must. وين الفعل يا أستاذ؟ الفعل هنا اللي bring، يبقى students must bring. ونكمل الجملة عادي their ID cards. تعالى كمان على number 4. It's not necessary for you to hurry. الفعل هنا you. تضع بعدها don't have to. فين الفعل يا أستاذ؟ hurry. نيجي في number 5 يا شباب، قال لي استخدم his في الجملة دي. This notebook belongs to him. this هنا يا شباب تنفع ضمير وتنفع كمان صفة. طيب هنا هنستخدم، قال لي نستخدم أي شيء فيهم، فمثلا نخليها صفة، فتقول مثلا this is his notebook. طب تنفع يا أستاذ this notebook is his؟ تنفع عادي. يبقى برضو أقدر لو أنا هستخدمها ضمير فهقول this is أو this notebook is his. تنفع الاثنين يا شباب. نيجي يا شباب ننتقل يا شباب كمان إلى test 2. وهنا قال لي number 1 are action done in the same way for a long time. for a long time حاجة بتحصل، أحداث بتحصل على طول لوقت طويل، فطبعا ceremonies. 2 يا شباب the word dead. كلمة dead اللي هي ميت is an opposite of the word. هي عكس كلمة إيه؟ alive، عكس كلمة حي. تعال كمان يا شباب في number 4 the pirates looks for hidden. دايما القراصنة بيدوروا على ايه يا شباب؟ بدون تفكير treasure، بيدوروا على الكنز او بشعور الترحاب يعني. هنا قال لي rewrite the following sentences. قال لي اول شيء the classroom belongs to the students. عايزين نستخدم يا شباب theirs، وtheirs هنا يا شباب ضمير. the class room is theirs.
طيب نيجي عند رقم 2 قال استخدم hers. These shoes are Sarah's. احذف Sarah's على طول وقول these shoes are hers. Number 3 it's not necessary for us to bring water. الفعل هنا يا شباب we عشان ايه us، فهنقول we don't have to. فين الفعل يا شباب؟ قال لي bring a water، يبقى الإجابة we don't have to bring water. Number 4 استخدم your. This money is yours. ماشي هنقول this is your money. شلنا ضمير الملكية واستخدمنا صفة الملكية. ندخل يا شباب كمان على number 5. It's necessary for me to do my homework today. قال لي استخدم do have to يعني سؤال. طيب هنا يا شباب قال لي فين الفاعل I من me، فهقول do I have to. فين الفعل يا شباب؟ طبعا do my homework today. ونكمل. بس كده احنا خلصنا. تمام يا شباب؟ يبقى السؤال كان do I have to do my homework today. ننتقل يا شباب كمان إلى test 3. Choose the correct answer from A, B, C, or D. نقط is people's way of life, culture and achievements. ايه هي الحاجات المتعلقة بحياة الإنسان والثقافة والإنجازات والكلام ده كله؟ قال لي civilization اللي هي الحضارة. 2 يا شباب an antonym عكس كلمة grand يعني كبير أو هائل، طبعا small. We add the suffix to the verb inform to form a noun. عايزين نخلي inform اسم يا شباب، هنضيف لها ايه بقى؟ inform يخبر، information معلومات، فطبعا الإجابة تكون دي. تعالوا كمان معايا على number 4. We should all buildings for future generation. يجب أن نحفظ المباني القديمة طبعا للأجيال القادمة. Number 5 the child's eyes shine. اللي عين الطفل مالها لمعت بالسعادة with happiness. هنا يا شباب قال لي this is her book not my book. قال لي استخدم mine. ماشي هكتب الجملة زي ما هي this is her book not ايه يا أستاذ؟ قال لي تحذف my book فتقول not mine. تعال على رقم 2 it's necessary for him. هنا الفاعل him، فطبعا يعني الضمير قصدي المفعول him، فإذا الفعل هيبقى he. طيب هنا قال لي does have، فهنقول does he have to. حدد الفعل wear ونكمل السؤال wear a uniform. تعال عند رقم 3 it's a good idea for you. الفاعل هنا you should الفعل عندي buy. you should buy a car. تعال عند رقم 4 قال لي this book belongs to تامر، يعني هذا الكتاب يخص تامر. عايزين نستخدم his. احنا قلنا قبل كده انه his دي اما ضمير او صفة، يعني تنفع الاثنين. هنستخدمها مثلا كضمير فهنقول this is his book او this book is his. الاثنين صح يا شباب. نيجي يا شباب عند رقم 5 these are the students' homework. طبعا هنا قال لي استخدم theirs، فهنقول this homework is theirs. يعني هذا الواجب يخصهم أو ملكهم. تعالوا يا شباب معايا على test 4. هنا choose the correct answer. A or an is a piece of art or a tools made by humans long ago.
طبعا هنا يا شباب بيعبر عن الارتيفاكت، قطعة أثرية، قطعة من الفن أو أداة طبعا من صنع الإنسان منذ زمن طويل، فهي الارتيفاكت. 2 a synonym of the word national. national دي معناها محلي أو قومي، فطبعا هتبقى local. we add the suffix، احنا بنضيف suffix to a noun to form an adjective. معظم عشان يعني أخلي الاسم إلى صفة، في الغالب بضيف له full. تعالوا يا شباب كمان معايا في رقم 4 different cultures together in the city. طبعا الثقافات المختلفة تندمج blend. 5 the engineer will work the new project tomorrow. work on. تعالوا يا شباب كمان نحل rewrite the following sentence. That house is for us. استخدم ours، فهنقول هنا that is أو sorry that house is ours. تعالوا كمان على number 2 the house belongs to them. استخدم theirs، يبقى هنا نقول the house is theirs. تعالوا كمان يا شباب في number 3 it's not allowed to run in the hall. هنا الفاعل طبعا هيكون you، فهنقول you mustn't. وفين الفعل يا شباب؟ run in the hall. رقم 4 يا شباب it's important to wear a seat belt. برضو الفاعل هنا هيكون you must. الفعل فين؟ wear a seat belt. وآخر حاجة يا شباب في نموذج رقم 4 that bag belongs to me not to her. استخدم hers هنا يا شباب، هنكتب الجملة كلها زي ما هي that bag belong to me not hers. يبقى أنا حذفت her وخليتها hers. تعالوا يا شباب معانا الآخر نموذج هو test 5. choose the correct answer from A, B, C or D. أول شيء هنا قال لي A is a picture or sign. هي صورة أو لائحة. symbol that shows something، بتظهر الأشياء. على طول symbol اللي هو إيه؟ رمز. هتقول لي فوت، هقول لك لا مش هينفع عشان هنا في sign. 2 a synonym of the word special. كلمة special يا شباب عايزين معنى آخر لها. هل usual؟ لا طبعا. ولا normal ولا common؟ unique، فريد. يبقى ده مميز وده فريد. تعالى عند number 3 the suffix turns the word science into a noun meaning a person. بتحول كلمة science إلى اسم ويقصد به شخص، فطبعا scientist. The Mona Lisa is a famous masterpiece. masterpiece يا شباب معناها تحفة أثرية. طيب تعالى على number 5 we walked the route to see all the sights. احنا بنمشي في الطريق طبعا along the route، بنمشي على طول الطريق عشان نرى المناظر. تعالوا هنا كمان يا شباب write the following sentence. قال استخدم there في الجملة دي. These are Ali and Omar's bike. These are their bikes. أنا قمت بحذف مين؟ عمر وعلي. It's not necessary for drivers. الفاعل هنا drivers. must. فين الفعل يا شباب؟ stop. ونكمل الجملة at red lights. اعذروني الخط بس شوية يا شباب عشان القلم. This is Ahmed's jacket. his. فهنقول هنا this is his jacket. هنا رقم 4 it's not necessary for us. الفاعل هنا يا شباب us، فهنقول we. المفعول قصدي us، فالفاعل عندي we don't have to. الفعل عندي arrive ايه
early. تعالوا كمان يا شباب عند آخر سؤال في تيست 5. This is Mazin's school. يبقى نقول مثلا this is his school. طيب دي كصفة، لو حبينا نستخدمها كضمير برضو، لأن أنا قلت his تنفع ضمير وتنفع صفة، صح؟ طيب فممكن أقول مثلا this school is his. أنهي اللي صح يا أستاذ؟ الاتنين صح. تمام كده. شكرا لكم يا شباب على متابعتكم، وإن شاء الله أتمنى تكونوا استفدتوا بالقدر الكافي وتكونوا مستعدين للاختبار. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.